لو لسه فاكر إن المدرسة والجامعة بتجهّزك للوظيفة والمرتب الثابت، فخلّيني أقول لك إن أنت بتجهّز نفسك لعالم ما بقاش موجود أصلًا، وده مش هجوم عليهم لإن برضه الموضوع في مصر ليه علاقة بالثقافة بتاعتنا وقبول المجتمع ليك، بس اللي عايز أقوله التعليم التقليدي بيطلّع ناس مختلفة لسوق بيتغيّر كل يوم، ما فيش حاجة دلوقتي اسمها وظيفة ثابتة أو career ثابت زي زمان، لإن ببساطة اللي بتتعلمه دلوقتي الAI أو الذكاء الاصطناعي ممكن يعمله في ثواني، عشان كده ناس كتير أول ما بتخرج من الجامعة دلوقتي بتحس إنها تايهة، السر دلوقتي ما بقاش في الشهادات التقليدية أو القديمة، السر دلوقتي إنك تبُص على العالم الجديد اللي بيتخلق قدامك كل يوم، وتتعلم المهارات اللي السوق الجديد عايزها، ركّز إن أنت تعمل إعادة تسليح لنفسك، تعمل حاجة اسمها reskill وتغيّر بقى مكانك للواقع الجديد اللي إحنا عايشين فيه، الوقت ده مش وقت الشهادات القديمة، ده وقت إن أنت تكون صاحب قيمة حقيقية في السوق الجديد. العالم بيتغير بسرعة الصاروخ، لو ما اتغيرتش معاه هتختفي، دي الخلاصة.